السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا وصفة حلوة كلنا بنحبها قوي قوي، وصفة الكشري. كشري بيتي بس بأسرار وتكات المحلات كده شوية. لكن هو كشري بيتي مش كشري المحلات، يعني احنا ده كشري معمول في البيت المعتاد عندنا. بس طبعا بالدقة والشطة والحركات والصلصة والكلام ده كله. تعالوا نخش نشوف هنعمله مع بعضنا ازاي، بس قبل ما نخش على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك، واللي أول مرة يشوف القناة عندنا يا ريت يفعل الجرس ويشترك في القناه عشان يوصلوا اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. تعالوا بقى نخش ونسمي ونقول بسم الله. احنا معانا النهارده للكشري، معانا رز، كميه الرز اللي تعجبنا، ومعانا عدسه بجبه، معانا صلصه، معانا شعريه، معانا عدس اصفر، معانا البهارات ملح وتوم، ملح وبابريكا وكركم. لا لا، اسفه، ملح وبابريكا وكزبره وفلفل اسمر. ما شاء الله، وتوم بودر وبصل بودر، ومعانا بقى كميه، ومعانا توم، ومعانا كميه بصل كتيرة كتيرة. الكشري بيحب البصل. طبعا ما فيش حد طبعا بيحبش ياكل الكشري بالبصل الكتير كده، بيحب بصل كتير كده على وش طبق الكشري. احنا بنخرط كمية البصل الكتيرة زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله كمية كده محترمة. بخرطها كلها شرايح، انا ما بحبش اخرط البصل بتاع الكشري مكعبات. انا بحب اعمله حلقات زي ما انتم شايفين كده، وحلقات رقيقة جدا. بعد ما اخلص هخرط كل كميه البصل اللي عندنا. تخرطوها على ايديكم بقى، تخرطوها عندكم عندكم كبه زي ما تحبوا. بعد ما بخرط كده البصل ببتدي افككه من بعضه كله زي ما انتم شايفين كده، عشان لما اجي احمره في البصل يكون كله، ما يبقاش بصليه ماسكه في التانية كده. كله ياخد لون واحد في نفس الوقت، ما يبقاش بصله بيضه حته بيضه وحته حمرا كده. بس زي ما انتم شايفين كده، انا سخنت الزيت وهنزل عليه بالبصل. ايدي مش هتبقى فيه، هيبقى بس ايدي فيه من وقت للتاني، مش دايركت كده على طول ايدي فيه ولا حاجه. امتى بقى ايدي تبقى فيه على طول؟ ما اسيبوش لحد ما يبتدي ياخد لون. اول ما يبتدي ياخد لون ساعتها بقى تبقى ايدي فيه كده، مش هسيبه. عشان خاطر كله ياخد نفس اللون مع بعضه في نفس الوقت كده، ما تبقاش اللون متحمر ولون لا، او حته متحمره او حته لا لا، زي ما انتم شايفين كده. ايوه هو كده ساعتها بقى، في الوقت ده بالذات، الوقت ده بالظبط كده هتبقى ايدي تبقى فيه على طول كده، زي ما انتم شايفين، لحد ما ياخد اللون الحلو اللي هو اللون الحلو قوي دون، الوردي الجميل دون. انا ما بحبوش، ما بحبروش زياده عن اللزوم. بس هو انا عملت غلطه، يا ريت انتوا ما تعملوهاش، يعني هقول لكم دلوقتي كل حاجه في وقتها ايه. احنا كده خلاص البصل كده ما شاء الله يعتبر كده اللون يعني سيكه بس كده، وهنطفي عليه. بصي هو كده ابتدى خلاص، هو داخل ان هو يبقى اللون تمام قوي كده، وان احنا خلاص نشيله من على النار. بس شايفين كده، وكده كان لون حلو قوي. احنا هنا بقى جبنا ايه؟ جبنا مصفى، حطيناها فوق حله كده. لا هننزل دلوقتي بكميه البصل اللي عندنا. انا حاطه كميه زيت محترمه جدا، حوالي نص ازازه زيت في الغلا اللي احنا فيه ده، ما شاء الله ربنا يعافينا من الغلا ده يعني. بعد كده صفيته. البصل، الغلطه اللي وقعت فيها ايه بقى؟ ان انا حطيت البصل صفيته وسبت المصفى محطوطه على الزيت، اخد طبعا السخونيه بتاعت الزيت، فاحمر قوي تاني على اللون اللي انا كنت عايزاه. يعني انا كنت عايزاه باللون اللي انا شلته من عليه، لكن لما قعد على الزيت وهو سخن اخد لون اكتر منه. فانتوا يا ريت لما تصفوش لون من تحت الزيت على طول. هنا بقى، هنا عندنا الزيت، خدنا شويه من الزيت بتاع البصل اللي كنا محمرين في البصل، ونزلنا فيه بمعلقه توم مليانه. اول ما اتحمرت معانا نزلنا على طول طشيناه على طول بالطماطم زي ما انتم شايفين كده، صلصه الطماطم. اول ما نحطها على طول هنقلبها، ونحط عليها البهارات اللي معانا، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات تقليم زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما هنقلبها، ورشه سكر طبعا. لازم رشه السكر يا جماعه للصلصه بتاعت الكشري عشان الحموضه طبعا. بس كده خلاص، هي قربت داخله على انها تتسبك. احنا بنسيبها تتسبك قوي، مش مجرد تغلي، لا تتسبك حلو جدا. وهنا الحله التانيه احنا مولعين الناحيه التانيه، هي زي ما انتم شايفين، مولعين على ميه بتغلي. بعد لما ما بتغلي، بتغلي معانا الميه، او من برضو شويه زيت، يعني حطينا شويه زيت في قلب الحله، وزودناها ميه. الميه غليت معانا، نزلنا بالعدس اللي عندنا زي ما انتم شايفين، ومعلقتين كبار كده بصل، وهنسيبهم مع بعض لحد العدس ما يستوي معانا، او داخل على سوا كده، ما بحبوش مستوي قوي، داخل على سوا. هنا بقى على الصلصه، نزلنا عليها بمعلقتين صلصه من البرطمان، وهنسيبها تتسبك شويه كمان. والعدس هنا شغاله عليه برضو، احنا سايبينه كده. الصلصه خلاص دخلت اتسبكت اهيت، هنزودناها بقى ميه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما زودناها ميه هنزودها برضو معلقتين بصل كبار كده برضو. هنا بقى البصل اللي هنا زي ما انتم شفتوا كده، العدس داخل على على سوا. احنا هنا بقى العدس الاصفر يعني
يعني لكيلو الرز مثلا هتحطي عليه زي كوبايه عدس، كوبايه شاي كده عدس. انا هنا كنت عامله الرز، غسلت قلبت عليه العدس الاصفر وغسلتهم مع بعض ونزلت بيهم هنا لما العدس خلاص دخل على سوا. رحت نازله بالعدس والاصفر والرز، نزلت عليهم هنا زي ما انتم شايفين كده على الميه. وكون عندي الشعريه، انا كنت محمره الشعريه، معلش والله ما اتصورتش، انا ما خدتش بالي ان انا ما صورتهاش. ونزلت بيهم برضو كلهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين على على النار. واول خلاص بقى ما اتشرب هديت النار عليه خالص. هنا معانا بقى هنعمل بقى الدقه بتاعتنا. هنا معانا بصي يعني معلقه زيت واحده، ما فيش غيرها، مش زيت كتير، هي معلقه واحده زيت، وهنزل عليها بمعلقه توم كبيره ومعلقه ورشه كمون ورشه كزبره، وهقلبهم مع بعض كده، ما مش بحمرهم ولا حاجه، بس الريحه تطلع كده. اول ما بشم الريحه بروح نازله عليها طشها بالخل زي ما انتم شايفين كده، خل وليمون. وبعد كده بعد ما بتطش كده بروح جايه مزوداهم بقى، بصوا ده حطيت ليمون وادي الخل، كميه خل محترمه كده. وبعد كده بزودهم بقى ميه مغليه بس، وشويه ملح ورشه سكر برضو عشان تعادل الحموضه بتاعتها بس. وبعد كده خلاص هي بيسخنوا مع بعضهم وبياخدوا غلوه. اول ما بياخدوا غلوه معانا بروح رافعاهم من على النار على طول. وبعد كده بقى نعمل الشطة الزيت الجميلة جدا كده اللي احنا بنحب ناكلها في المحل. بصوا انا عايزه اقول لكم طريقة طريقة الدقة ديت، وطريقة احنا زودناها مية زي ما انا قلت لكم اهيت. طريقة الدقة دي من بصوا يعني من منبع محل الكشري. مش هقول لكم بقى يعني انا مخترعاها، لا انا جايباها كده من محل كشري. ونفس الشطه الشطه الزيت دي نفس الحكايه، كميه زيت برضو من الزيت بتاع البصل اللي احنا كنا محمرين في البصل. ونسيبه لما يسخن قوي على النار، يسخن جدا، بعد كده بننزل بكميه الشطه اللي احنا عايزينها. بس طبعا في الوقت ده بقى كل بقى في كحكحه كده او في كحه وما اعرفش ايه، بس اهم حاجه يا جماعه لو في حد تعبان او في اطفال او حاجه، يا ريت ما يقعدوش في المكان دون. بعد كده ما نزلنا فيها رحنا جاي حاطين لها، بس اول ما احمر رحنا نزلنا عليهم بكبشه واحده او معلقتين ثلاثه كده شوربه، اسفه صلصه بس كده. وبتغلوا بنرفعها من على النار. احنا هنا الكشري معانا زي ما انتم شايفين اهوت، هو كده خلاص ما شاء الله اتفلفل معانا حلو واستوى كله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا اللي ياكلوا. احنا كده غرفنا النهارده بنوريه لكم، وكنت عامله معاه حمص الشام زي ما انتم شايفين. وده طبق وده دقه، شايفين الكشري بصوا الريحه بتاعته كانت جايبه اخر الدنيا حرفيا يا جماعه والله. وادي الدقه وادي الشطه والزيت، وبصوا يعني كان طبق كشري محترم. يلا بقى لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والشير يا جماعه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.